تجلو الظلام وترتقي تلقي ضياها، تحلو الحياة بنور. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الخرتيت الرافضي يقول عليه أسد مصر. ده أسد مصر، ده أسد مصر. هذا بالنسبة لمصر عار، عار. تبرأت منه زوجته وتبرأ منه ولده وتبرأ منه الجميع. هذا أسد لمصر الذي يقول على عمر كذا، أعوذ بالله أن ننطق، ويقول على أبي بكر ويقول عن عائشة كذا، ثم يقف على المنبر ويقول أقسم بالله أن عائشة فاجرة فاسقة وعلي لعنة الله إن كنت من الكاذبين. طبعا عليك اللعنة أنت واللي بتبعك. هذا أسد لمصر، هذا عار. مصر بأثرها من أرضها، من سمائها، من شمالها، من جنوبها، من شرقها إلى غربها تتبرأ من ذلك. وأنا أقول مسؤولين لا يخرج من السجن أبدا، وإلا فإنكم تحرقون أرضا. ليه؟ لأن الناس في غليان من هذا المجرم. والله الذي لا إله إلا هو لو كان هناك إنصاف ما كان له نفس على ظهر الأرض من قبل ولي الأمر. والثاني اللي جاي في صلاة ما أنزل الله بها من سلطان، المدعو ياسر الحبيب حيث لا يسر ولا محبة، أسأل الله أن يقسم ظهره. هذا الولد اسمعوها مني وأجيب لكم التقرير، الشباب بيجهزوه. كان عامل مؤتمر في لندن من أيام، مؤتمر في لندن من أيام. شوف عنوانه إيه؟ الشيخ الحبيب في الحفل البهيج بمناسبة ذكرى هلاك الحميراء. يعني عايز يقول بمناسبة ذكرى هلاك عائشة، وعائشة الآن في النار معلقة من رجليها وتأكل لحم جسدها. ده من أيام. عشان اللي يتصلوا لي والله يا شيخ يا فضيلة الشيخ ناس طيبين قوي ما شفناش منهم إلا الخير. يا سلام، بكم يا حبيبي اتصلت علي؟ واخد كام يا ولد؟ ولا اللي يقول لي كده بلاش بقى، بلاش، ما تقتلوناش، ما تبقاش الفلوس تدخل على محمد الزغبي أبدا. النصب، الاحتيال، شغل الكلام السيء ده اللي من تحت الأمور، لا، ولن أقبل. العزة لله ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، مش للروافض الأنجاز. هذا شوفوا عامل ايه، مسميه الحفل البهيج بمناسبة ذكرى هلاك الحميراء. اللي بيقولوا عليه أسد اللي في السجن عندنا يقول لك ايه الحميراء ده مش الحميراء، ده الحمارة على أم المؤمنين، على أم المؤمنين. اسأل الله أن يحرق بدنك. وأنا أقول لرئيس كل دولة وملك كل دولة وأمير كل دولة، أترضى أن يقال في أمك هذا وأنها فاسقة فاجرة؟ أترضى؟ تقول لا، وأنا أقول حاشاها طبعا. لكل ملك، لكل أمير، لكل رئيس هتقول لا، وأنا أقول لك حاشاها. كيف ترضاه لأمك وأمي، للتي هي أطهر من أمك وأنقى وأغلى، لعائشة رضي الله عنها وأرضاها؟ كيف؟ أين نعيش؟ أسماحة الإسلام تعني أن نضع الرؤوس في الرمال، وأن نوطأ بالنعال، وأن تحرق مصاحفنا، وأن يأتي السب في رموزنا نحن فقط، ولا أحد يجرؤ يتكلم على النصارى ولا على اليهود ولا حتى على عباد البقر. ما هذا؟ مؤامرة، والله مؤامرة، والله مؤامرة، لا حول ولا قوة إلا بالله. خلاصة المسألة، ياسر الحبيب عمل الحفل ده يقول لهم عائشة الآن في النار معلقة من رجليها، يعني في جهنم، وتأكل لحم جسدها. وأنا بسأل، بقول لعوام الشيعة، بخاطب عوام الشيعة اللي ما كفرتهمش، بالله عليكم ترضون ذلك من مرجعياتكم؟ ترضون هكذا في نبيكم صلى الله عليه وسلم؟ ترضون أن يقال هذا في أم المؤمنين الطاهرة المبرأة من فوق 7 سماوات؟ ترضون أن يقال هذا في عرض النبي صلى الله عليه وسلم؟ ترضون أن يقال هذا في الطاهرة المبرأة المحبوبة الحبيبة إلى قلب النبي صلى الله عليه وسلم؟ أترضون أن يقال هذا في المحدثة الفقيهة القارئة أم عبد الله
عائشة التي جاء ذكرها في القرآن؟ أترضون أن يقال هذا في بنت الصديق الذي بذل كل شيء في سبيل الله؟ أترضون أن يقال هذا في زوج النبي في الدنيا والتي هي زوجه في الآخرة؟ أترضون هذا بأن يجرح عرض النبي صلى الله عليه وسلم أمام الجميع؟ أترضون هذا في أن يقال هذا في الحبيب صلى الله عليه وسلم؟